مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات صوت الهجرة. اللي بغيت نتكلم عليه اليوم وهو الاهتمام ديال الإعلام الأوروبي بالمنتخب الوطني في كأس العالم بقطر، واللي يعني المتابعة ديالي من خلال يعني متابعة هذا الإعلام، سواء كان فرنسي أو فرنسي بلجيكي أو يعني هولندي، وكذلك في الإعلام الفلاماني. ف يعني الخلاصة اللي استنتجت على أن هناك تطور، في الإعلام الأوروبي في التحليل يعني ومتابعة المنتخب الوطني بكأس العالم بقطر. ثم هناك استضافة يعني وجوه الكروية السابقة للمنتخب يعني الوطني الهولندي، وكذلك مدربين وإعلاميين يعني تابعوا جيدا، سواء اللاعبين يعني المغاربة المزاولين ببطولة بلجيكا أو بالبطولة الهولندية. فيعني ما يعني أثار انتباهي وهو كيفية الكلام، لأن قبل روسيا لم نكن يعني، وإن كان يعني واحد العدد كثير ديال اللاعبين السابقين بالمنتخب الوطني الهولندي يعني ناصروا المنتخب المغربي، والمدرب فنغال كذلك يعني حتى هو كان مع الفريق أو المنتخب المغربي. فهذا خرجت من روسيا 2018 إلى قطر 2022. بالنسبة لي كإعلامي متتبع في هذا الشأن الكروي بهولندا، نشوف على أن هناك تغيير في الإعلام المغربي، هناك تغيير من الإعلام نقول الهولندي، من حيث يعني متابعة ديال الفريق الوطني، وكذلك متابعة اللاعبين من أصل يعني هولندي كذلك ومغربي، كزياش ومزراوي وأمرابط ثم بوخلال. فهذا وجود لاعبين يزاولون بالبطولة يعني الهولندية أو الإيطالية وهم من أصل هولندي، فرض واحد النوع ديال الاهتمام ديال الإعلام الهولندي بهؤلاء اللاعبين وكذلك بالمنتخب المغربي. فشيء جميل تشوف يعني فان باستن، تشوف أفلاي، تشوف بولحروس، تشوف مدربين آخرين يعني فيسلي شنايدر إلى آخره، كي يتكلموا بواحد اللغة يعني كروية جميلة، وكيأمنوا على أن الحظوظ ديال الفريق الوطني المغربي يعني موجودة. ثم اللي يعني يعجبني الكلام باحترام، عن المنتخب الوطني. يعني هنا كنتسائل واش المنتخب الوطني بالنتائج اللي حصل عليها فرض نفسه على الإعلام الهولندي والبلجيكي باش يكون يعني في متبع هاد يعني هاد المنتخب وفرض عليه الاحترام والتقدير، أو الواقع في الساحة الهولندية في الملاعب الهولندية وجود شريحة كبيرة ديال اللاعبين المرموقين في الفرق الهولندية والبلجيكية كذلك، هو اللي جعل النظرة ديال الإعلامي والنظرة ديال المدرب والنظرة ديال اللاعب الهولندي والبلجيكي تتغير. يعني غروسو مودو أنا بالنسبة لي هناك تغيير في المنهجية وتغيير في التفكير وتغيير في الطريقة ديال المعالجة يعني الكروية والمعالجة الرياضية لبعض الإعلاميين وبعض المهتمين بالرياضة يعني بكرة القدم الهولندية والبلجيكية باللاعبين والمنتخب الوطني المغربي. إذا هذا يثلج الصدر. بغيت يعني نقول لكم على أن يعني هناك اهتمام، هناك اهتمام مادام أن يعني في العالم العربي ربما يكون ذلك عادي، لأن الفريق المنتخب المغربي هو بلد يعني عربية إلى آخره، والإعلام العربي غادي يعني يتكلم عن المنتخب المغربي. لكن في أوروبا يعني لما يتكلم عليك الإعلام الأوروبي وبطريقة جميلة
فانا بالنسبه لي هذه مده وحنا متبعين الاعلام، يعني الاوروبي كيف يتكلم عن الاعلام، او كيف يتكلم عن المنتخب المغربي او المنتخبات الافريقيه عموما. فشاهدنا يعني كيف خرجت الصحافه الفرنسيه يعني إلى حد البارحة ببعض العناوين لا تليق، ولكن لا يهم. فرنسا معروفة بديك التقوليبات ديالها، بديك الصحافة ديال يعني الحرية، وما كاينه بو حرية، كاين غير التقوليبات. ف اللي بغيت نقول ونوصل يعني احترامي للصحافة الهولندية والإعلام الهولندي، لأنه أصبح يعني يتكلم بطريقة جميلة عجبتني وبغيت نقولها لكم. إلى اللقاء.